بداية نرحب فيك على السعودية الرياضية. راضيين عن النتيجة، راضيين عن أدائكم اليوم؟ أول شيء بسم الله الرحمن الرحيم. يعني تقريبا النتيجة يمكن ما كنا راضين عليها، بس يمكن راضين على المستوى اللي احنا قدمناه، والنتيجة دي بتجي من رب العالمين. أهم شيء احنا قدمنا وما وفقنا الله، يعني يمكن جاء علينا هدف يمكن تقريبا بآخر مباراة، لكن الحمد لله يعني روح الفريق موجودة، المستوى المأمول من الفريق الحمد لله موجود، وإن شاء الله احنا نفكر في اللي جاي. هذه أخذنا منها نقطة، وإن شاء الله والجاي إن شاء الله يكون أفضل بإذن الله. بما أنكم كلاعبين تفكرون في القادم وتبحثون عن الأفضل، دار في خلدكم موضوع الهبوط؟ لا طبعا لسه باقي تقريبا 12 مباراة وكل الفرق جنبك، يعني لو تلاحظ كل فرق تقريبا نقطة نقطتين وكلهم بتلعب معهم، يعني إن شاء الله. وإن شاء الله لا إن شاء الله هذا مو بتفكير، إن شاء الله تفكيرنا أكبر من كذا، إن شاء الله ندخل الأبطال بإذن الله. أجواء الدوري في هذا الموسم فنيا تقراها أنت أنه مستوى جيد هذا السنة ومستوى أقل؟ والله تقريبا يمكن من انفرادية ثلاث أندية ممكن في الصدارة، هي اللي تحس فينا وتنافس كثير، لكن أغلب شيء بمناطق الوسط واللي المراكز المتدنية، يعني هي كل يوم تشوف تغيرات في المراكز. يعني يحيى، ما يخص اسمك طرح في الإعلام كثيرا حول انتقالك وأنك تلقيت عروض كثر من أندية كبيرة، خصوصا طرح اسم نادي الهلال في مفاوضات معك، هل بالفعل هناك مفاوضات؟ هل لديك رغبة في الانتقال من نادي الرائد؟ والله أنا شخصيا يعني ما جاني أي عرض، ويمكن إذا كان هو جاي إدارة النادي هذا شيء أنا ما أدري عنه صراحة. وكيل أعمالك؟ مالي وكيل أعمال أنا، وأنا أفكر الحين في نادي الرائد، باقي بعقدي سنة ونص، وإن شاء الله إني أفكر كيف إني أفيد النادي اللي أنا فيه، وأي لاعب إنه في المملكة العربية السعودية يمكن في الخليج يتمنى إنه يلعب في نادي زي نادي الهلال صراحة. 2013 الدوري السعودي سيكون على أحد السيديات الألعاب في البلاي ستيشن، سعيد؟ والله سويتها، والله أكيد سعيد. مبسوط أنت سؤالك قبل الهواء. شكرا.